حصلت قصة لجدي الشيخ محمد علي رحمة الله عليه، تولى القضاء في مدينة أبي تلميذ في موريتانيا، فجاءه رجلان من أهل العلم والصلاح من قبيلتين متجاورتين يقودان جملا يمسكان بزمامه، هذا يدعي أنه له وابن ناقته وولد في مراحه وليس عليه إلا علامته وميسمه، والآخر أيضا يقول هو ابن ناقتي ولد في مراحي وليس عليه إلا ميسمي. فهذا يشهد له 4 من كبار العلماء من قبيلته، وهذا يشهد له 4 من كبار العلماء من قبيلته. فلما تعارضت لديه البينتان، ومقتضى الفقه تساقط البينات عند تعادلها، لكن الشيخ عرف أن الأمر امتحان له هو فيما يتعلق بإيمانه، فلذلك قال اذهبوا إلى يوم الاثنين القادم، وأخذ الجمل وأودعه عند أمين، قال ائتني به يوم الاثنين القادم. وفي هذه الفترة أقبل الشيخ على الدعاء والصدقة والذكر، فلما كان يوم الاثنين وهو في الطريق إلى مجلس الحكم جاء جمل فدخل قرية أبي تلميذ، بعيد من مكان أهل الخصام الذين هم أهل بادية، لكن جاء جمل على وصف الجمل تماما في سنه، وحتى الأثر بينهما لا يفرق فيه، ومسمهما واحد ولا فرق بينهما في أي شيء. فجيء بهما إلى مجلس القضاء بالجملين معا، فتحير الناس ولم يجدوا أي فرق بينهما من أي وجه، فاضطر الشيخ للقرعة بينهما، فإذا وقعت قرعته على أحدهما أخذه، وفصلت القضية دون حاجة للحكم القضائي، وذلك أن الله جاء فيها بحل راجعين للإيمان وما كان بين يدي النجوى من الصدقة